لو انت شخص بتشتغل اثناء الجامعه، المفروض انك تصرف فلوسك ازاي؟ للاسف في ناس كتير جدا بتبقى فاكره بما انها في فتره الجامعه يبقى هي المفروض تبعزق فلوسها على اي حاجه وخلاص، لان كده كده هي مش مسؤوله ولا عن بيت ولا عن اسره، فليه هتفكر هي هتصرف فلوسها في ايه بالظبط؟ ماشي يعني اقسم برضو فلوسي ازاي واصرف ايه في ايه بالظبط؟ لازم تقسم فلوسك بالطريقه دي، تلت وتلت وتلت. التلت الاولاني هتستخدمه في الخروجات والفسح او انك تشتري الهدوم والحاجات اللي انت محتاجها، وتحاول على قد ما تقدر انك تقلل التلت ده شويه، يعني ما تمنعهوش لان هو ضروري ومهم، ولازم تتصرف فيه بحكمه، بمعنى انك مش لازم تشتري اي براند اصحابك مشترينه او اي حاجه موجوده على النت عجبتك وانت اصلا مش هتستفاد منها. بالنسبه بقى للتلت التاني فهتستغله في انك تستثمر في نفسك، بمعنى انك تدفع اشتراك الجيم مثلا كل شهر، او انك تشترك في كورسات هتفيدك. فيجي حد بقى ويقول لي هو احنا بناخد كام عشان نعمل كل ده؟ انت عارفه الكورسات بتبقى بكام؟ احب اقول لك انك تحوش فلوس كل شهر بحيث انك بعد كل كام شهر تبدا انك تاخد كورس معين. بالنسبه لاخر تلت بقى